السلام عليكم. إلا كان عندك مشروع وبغيتي تنظم السلعة ديالك، مثلا بغيتي تنظم الستوك ديالك وتخدم يعني بشي حاجة اللي هي بروفيسيونيل. اليوم غادي نتكلم على واحد بين أفضل السيستمز اللي كاينين دابا. وغادي نهضر بإيجاز لأن كاين بزاف ديال التفاصيل في هذا النظام. المهم أنا مثلا إلا بغيت ندوز السلعة ديالي كندخل، كنجي كنعمل هنا بحث، كنختار مثلا الصنف، يمكن لي نقلب هنايا باسم الصنف يعني النمرة سمية البرودوي، الكود ديالو الا كنت عامل له الكود، والباركود يعني الباركود ديك النمره اللي كنسكانيو بها بحال اللي كاينين في ديك لي زاباري في مارشان. مثلا غنقلب هنايا، مثلا غنقلب على هذا البرودوي هنا. كيف ما كتشوف كيعطيني الكميه 14 في اليد، يعني شحال عندي في الستوك. كنعمل موافق، هنا كيطلع لي الثمن. الا بغيت نبدل في الثمن كنعمل تبديل الثمن، بغيت نخليه كنخليه. كيف ما كتشوفوا ها هو الثمن هنايا 120. نقدر مثلا نبدل الكميه نعمل 8 مثلا، نعمل 8 في الكمية هنايا. صافي دابا غندوز هنايا الكوموند ديالي نقدر ندوزها مثلا كاش. انا دوزتها كاش، وكيف ما كتشوفوا هنايا أه غيطلع لي التيكي ديالي ها كيفاش كيطلع. يمكن لي نشوفه مثلا انا مثلا نعمل هاد. ها هو التيكي ديالي كيفاش كيطلع فيه الفاتورة، الرقم، الكمية، سر الوحدة، كلشي يعني سيستم بصفة عامة. ويعني هذا من افضل السيستمات اللي مثلا الا بغيتي تخدم بهم باش تجري المحل ديالك. فيه الستوك، فيه المبيعات، فيه لي دوفي، فيه جميع العناصر بالنسبة للمشروع، سواء محل تجاري سواء فارماسي سواء اي حاجة اللي فيها السلعة. وفيه حتى الخدمات الا كانوا عندك مشاريع. وصافي وشكرا.